كل عام وحضراتكم جميعا بخير. نرحب بالساده الافاضل على راسهم سياده اللواء احمد اسكندراني نائبا عن معالي محافظه السويس. اشكر فضيله الدكتور منى الهواري رئيس الاداره المركزيه لمنطقه السويس الازهريه على هذه الدعوه الكريمه. برحب بكل الساده الحضور والساده النواب، وكل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان وبمناسبه العام رقم 1085 على انشاء الجامع الازهر، والذي نشرف جميعا ان نكون من ابنائه وان نكون من خدامه. بدايه لا اطيل في الحديث ولا اتكلم كثيرا، ولكنني نقول ان فخر وشرف لنا ان تعلمنا في الازهر ولابنائنا ان تعلموا في الازهر، فمن يحمل هذا العمامه فهي تاج ووقار على راسه. لماذا؟ لعده امور. الامر الاول ان الازهر هو قلعه الدفاع عن الاسلام والمسلمين في شتى بقاع الارض. هذه النقطه الاولى، قلعه الدفاع عن الاسلام وعن المسلمين ضد من؟ ضد من يحملون الافكار المغلوطه، الافكار الهدامه، المتشددين، المتعصبين. فالازهر دين وسطي معتدل، دين وسطي معتدل يتمثل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان الازهر هو اكبر واعلى واوعى وافضل مؤسسه علميه اسلاميه على مستوى العالم. افضل مؤسسه علميه اسلاميه على مستوى العالم الاسلامي. الامر الثالث هو الممثل الشرعي للفكر وللفقه على مستوى العالم الاسلامي. الممثل الشرعي للفكر وللفقه، فلا ممثل للفقه الا الازهر. ولا تجد جامع او جامعه يدرسون العلوم واصولها الا في الازهر الشريف. تجد كل علم يدرس معه اصل هذا العلم. فعلى سبيل المثال لو درست الفقه لا درست اصول الفقه، لو درست الحديث مصطلح الحديث، اللغه اصول اللغه، وهكذا. فما وجدت جامع او جامعه يعلم مثل الازهر، مثل الازهر الشريف. الامر الاخير حتى لا اطيل، ان الازهر الشريف هو المدافع الاول عن المسلمين ضد كل شيء. فالازهر برجاله هم جنود يحاربون الفكر. فاذا كانت قواتنا المسلحه تحارب بالسيف فنحن نحارب بالكلمه. وكما قلنا فخر للجميع ان يلتحق بالازهر. لماذا؟ انظروا على سبيل المثال الى قاره افريقيا. اذهبوا الى مدينه البعوث كما تحدث فضيله الدكتور مؤمن، ستجد جميع الجنسيات يتعلمون في الازهر. اتوا من بلادهم سفراء من بلادهم الى الازهر الشريف فاصبحوا مبعوثين. خرجوا من الازهر وذهبوا الى بلادهم فكانوا سفراء للازهر في بلادهم جميعا، وعلوا وترقوا وامتثلوا اعلى المناصب في بلادهم بفضل تعليمهم في الازهر الشريف. اذا احباب النبي صلى الله عليه وسلم، فخر لمصر انها تحوي الازهر، وفخر للازهر انه كان في مصر. نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصرنا قائدها وشعبها، وان يحفظ ازهرنا جامعا وجامعه وشيخه وامامه، انه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.